السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في هذا الفيديو الجديد. غنقدم لكم جوج الوصفات كيتكونوا من البرتقال. نتمنىهم ان يعجبكم بزاف. الوصفه الاولى هي عباره عن كيك، والثانيه عباره عن حريشات بالذره ومنسمين بالبرتقال. بقاو معايا ما تمشيو فين بتشوفوا المقادير وطريقه التحضير، ونتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ونكون عند الحسن الظن ديالكم، وشكرا. ننتقلوا للوصفه الاولى. عندنا هنايا عندي خبز درتو في الفران حتى كيتحمر. هذا الخبز اللي كيبقى ليا ديال باريزيان ولا الخبز ديال الدار اللي عندكم، كنشدوه كنطحنوه على هذا الشكل، ولا الا كان عندكم لا شابلور حتى هي كتصدق، لان لا شابلور ديجا مطحونه ومقاده. انا كنحمرو هنا لانه كيجي المذاق ديالو رائع، وكنطحنو وكنخليه على جنب. كندوزو المقادير. عندنا 3 البيضات، غندير معهم شويه الملحه ونحاول نطربهم واحد شويه، ومن بعد غنزيد عليهم كاس ديال سنيده. انا في نفس الوقت غادي نعطيكم المقادير هنا وغنكتبهم لكم في في صندوق الوصف. غندير هنا نص ساشيه ديال النسمه 3 ديال زهره البرتقال. عندي كاس معمرش ديال الزيت المائده، وغنكمل التضراب حتى كيتغير ليا اللون ديال الخليط. ومن بعدها غناخد واحد البرتقاله، ناخد الزيت ديالها نحاول نحكها، ومن بعد كما كنحكها كنعصرها، وكناخد كاس ديال البرتقال اللي جاني منها وكنضيفو للخليط، ونزيد نطربهم واحد شويه باش ينسجموا العناصر. وفي هذا الاثناء غادي نجيب الخبز اللي طحنت، وغنزيد عليه 2 طاشيات ديال خماره الحلوى. تقريبا هنا عندي مقدار 2 كيسان حتى ل 3 الكيسان ديال لا شابلور. غنزيد عليهم 2 معالق ولا معلقه كبيره ديال النافع، 2 معالق صغار. غنخلطهم مزيان وغنضيفهم للخليط ديالي. هو هذا الخليط كيجي شويه عاقد، لان كيف ما كتعرفوا الخبز مكرمينه من قبل وغادي يشرب، يعني غادي يشرب وغيجي عاقد. ولكن هذا الكيك مع كيتسقى وكيجي عاقد كيجي زوين. النسمه د النافع والبرتقال كتجي فيه رائعه. صافي كنخلط الخليط ديالي. راه ممكن انكم ديروه خف من هكا، المهم انا استعملته بهذه الطريقه. كيشرب الا خليتوه واحد 10 دقائق ولا 5 دقائق ولا حتى 3 دقائق في ساعه كيشرب. كنحطو في الاناء ديالي اللي درت المول ديالي، درت فيه هذاك البابي كويسه. غادي نوزعو عليه تماما وغادي ندخلو الفران. ملي غندخلو الفران غنوجد السيرو باش غادي نسقيه. عندي هنايا تقريبا نص كاس ديال البرتقال، غنزيد عليه 2 معالق كبار ديال السنيده، غنخليهم يغلاو في البوطه. ملي غادي يغلاو مزيان غادي نخرج، وغتكون برد عندي. غادي نخرج الكيك من الفران تحمر مزيان. عارف ديجا الخبز راه طايب كيف ما قلنا، دونك تحمر مزيان وهي باقا الكيك سخون والسيرو درت فوق منه بارد. غنخليه حتى كيشرب ويبرد، ومن بعد غادي نقدمو ونزينوه باي حاجه عندنا. هو كيجي رائع رائع. مذاق ديال الليمون وديال النافع ومع هذاك هاد المكونات كامله كيجي المذاق ديالو زوين وفازق معسل.
جربوه ما غاديش تندموا. هنا التزيين حسب اختيار. انا هنا اختاريت ندير الكوك، نتوما تقدروا ديروا اي حاجه من الفوق. درت الكوك وغنزينهم ب شويه ديال القرقاع من الفوق، ولا اي حاجه عندكم. تقدروا ديروا اللوز ايفيلي، تقدروا ديروا الا عندكم الليمون معسل كيجي تا هو زوين. المهم التزيين كيبقى اختياري. شوفوا هنا ملي غادي نقطعوه كيفاش كيجي من الداخل. كنتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها. دابا غندوزو للوصفه الثانيه. عندي هنا بكاس العنبه غادي نعبر 2 كيسان ديال دقيق الذره على هذا الشكل، وغنضيف ليهم كاس ديال السميده. والكاس الثاني ديال السميده ما غنستعملوش دابا، غنخليه حتى نشوف الخليط واش غيشرب لينا ولا ما غيشربش. هنا كاس معلقه نص معلقه صغيره ولا شويه الملحه، كاس ديال سنيده، ونصف ساشيه ديال زهره البرتقال، كاس معمر ديال زيت النباتيه، جوج البيضات، وغناخدو برتقاله غادي ناخدو الزيت ديالها كيف ما دائما ناخدو الجزء البرتقالي منها، والبيض ما نحكوش باش ما يعطيناش المرار. وملي ناخدو الزيت ديالها كنحاولوا نعصروها، ناخدو منها العصير اللي خرج لينا كاس ديال البرتقال، نضيفوه للخليط ونحاولوا نزيدو عاوتاني ساشيات 2 ديال الخماره، نخلطوا العناصر كامله، ومن بعد غنشوفوا باش نزيدوا واحد الكاس اخر ديال السميده لان الخليط غيكون باقي خفيف. دونك المقياس كامل هو 2 كيسان ديال السميده و2 كيسان ديال الدقيق الذره. هنا ممكن انكم تستعملوا دقيق الذره وسميد الذره، ما توفرش عندي انا سميد الذره، درت السميد العادي ديال القمح. بالنسبه للناس اللي عندهم هذا المشكل ديال الجلوتين يقدروا يستعملوا سميد الذره ودقيق الذره. المهم نسمه الذره راه كتكون حاضره، واخا كنديروا في السميده كنديروا السميده ديال القمح. كيف ما كتشوفوا هنا غنزيد الكاس ديال السميده لان العجين كان شويه خفيف. وملي غادي نخلطوا هذا الكاس ديال السميده غنخليوه شويه يرتاح، لان كيف ما كتعرفوا السميده كتشرب، غنخليوه شويه يرتاح حتى كتشرب مزيان واحد 10 دقائق، ومن بعد غادي نرجعوا باش نكوروا العجين على شكل حريشه صغار. من بعد ما ارتاحت لينا العجينه غادي ندهنوا ايدينا بشويه ديال الزيت، وغادي نديروا كويرات، نحاولوا نديروهم قادين باش يجيو على نفس الشكل، وندوروهم بحال هكا ونحطوهم في اللاطه. ونستمروا على هذا الشكل حتى كنكملوا الخليط ديالنا كامل. ومن بعد كنشعلوا الفران اللي كيكون مسخن على درجه متوسطه، ما يكونش مجهد بزاف، باش غادي ندخلوا اللاطه من التحت حتى يعني العافيه تكون عليها من الفوق باش ناخذ داك الشكل تتشقق لينا، وعاد كنحطوها الفوق تطيب من التحت ومن الجناب ديالها، ونتلاقاو من بعد باش نشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الحريشات اللي كيجيو فعلا فعلا رائعين
كيجيو غزالين زعما كنصحكم تجربوهم، ساهلين ودغيا كيوجدوا. ومن بعد ما خرجوا من الفران كيجيو على هذا الشكل مشقين وزوينين ورطبين. كنتمنى انهم الوصفتين بجوج يعجبوكم. ومازال بزاف الوصفات كيكونوا ديال كاينين ديال الليمون اللي انا عندي ديجا في القناه، غنقدر نحط لكم الروابط ديالهم باش تشوفوهم. وكنقول لكم شكرا على مشاهده الفيديو حتى الاخير، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. وما تنساوش التعاليق ديالكم كتهمني بزاف ونتمنى نشوفها. والى اللقاء، مع السلامه.